المدخلي بيهدر كل عمل الشيخ او اي شيخ طالما هو مش من حزب المداخله. انت الان طالب علم وجالس في حضرة الحويني، تريد ان تتعلم التوحيد، يلا تفضل خذ التوحيد من الحويني، تفضل يلا. وقلنا ان توحيد الربوبيه يشترك فيه الكافر والمسلم، كل اجناس الارض توحد الله عز وجل توحيد الربوبيه، نحن والنصارى واليهود وكل من يلتصق بكتاب إلى السماء يوحد الله عز وجل توحيد الربوبية. طب انت ايه مشكلتك مع المقطع اللي انت جبته للشيخ الحويني؟ انت شايف ان المقطع ده فيه خطأ، يعني في استدراك على الشيخ الحويني؟ نبه، حذر، واحنا معاك لو في خطأ. عند الحويني النصارى الذين يعبدون بشر والشيعة الذين يرون بأن الأئمة يتحكمون في ذرات الكون يشتركون معنا في توحيد الربوبية عند الحويني. هذا مفهوم الحويني لتوحيد الربوبية، يعني نحن والنصارى وكل أجناس الأرض نشترك في توحيد الربوبية، موحدون يعني. انت شايف ان الشيخ الحويني لما بيقول توحيد الربوبية بيشترك معانا فيه كل العالم من مشركين، وهذا خطأ، صح كده؟ وانت بتقول النصارى خلاهم زي المسلمين في توحيد الربوبية، والشيعة وغير الشيعة، ده اللي انت تقصده يعني. طيب تعالوا نشوف مين بيقول بنفس الخطأ تاني. توحيد الربوبية هو الإيمان بما لله من صفات الفعل، الخلاق والرزاق ومدبر الامور ومصرفها ونحو ذلك، وان مشيئته نافذه وقدرته كامله، وهذا هو الذي قر به المشركون اقروا بان الله خالقهم ورازقهم ومدبر امورهم، وان خالق السماوات وخالق الارض هو توحيد الله في افعاله، هذا توحيد الربوبيه. ده الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بيقول لك ان توحيد الربوبيه اشترك معانا فيه كل المشركين، وبما ان النصارى وبما ان الروافض من المشركين فعادي، يعني كفار قريش كانوا بيؤمنوا بنفس الكلام ده الا وهو توحيد الربوبيه. تعال اوريك كمان حد تاني بيتكلم عن نفس النقطه، لان الحويني ما عندوش خطأ في النقطه دي. الايمان بالربوبيه مستقر في فطر الناس، بل حتى الكفار المشركون يعتقدون ويؤمنون ويقرون بان الله هو الذي خلق، وان الله هو الذي يملك، وان الله هو الذي يدبر. قال جل وعلا: ولئن سألتهم أي المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالكل يعتقد بأن الله هو الخالق، أما أن نؤمن بأن الله هو الخالق فحسب هذا يؤمن به اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبهايم والحشرات، والكل يقر بأن الله هو الخالق. ادي الشيخ سالم الطويل وهو احد مشايخ المداخله، ولكنه اقل حده من باقي المداخله، يعني بيقول لك برضه توحيد الربوبيه ده مستقر في عند الناس كلهم يعني. لكن برضه كلام سالم الطويل ان الربوبيه او توحيد الربوبيه موجود عند المسلم وعند المشرك. توحيد الربوبيه أقر به المشركون، توحيد الألوهية رفضه المشركون ولم يؤمنوا به، وعبدوا آلهة أخرى وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وادي شيخك محمد سعيد رسلان اللي انت حاطه على القائمه الشمال في بدايه الفيديو بتاعك بيقول لك ان توحيد الربوبيه اقر به المشركون، اي ان الشيخ الحويني لما قال الجمله بتاعته ما فيهاش اي خطا. اقول لك حاجه، تعالى اوريك الشيخ ربيع قال ايه. بيقول ان توحيد الربوبيه يؤتى به كادله وبراهين على الكافرين والزامهم لانهم يعترفون به. كتكوت، عين امك، يعني انت معترض على ايه يعني؟ ما هو ده باجماع اهل العلم، بل في ايات قرانيه بتقول الكلام اللي قاله الحويني ده. يعني الحويني بيستند الى ايات قرانيه، خد بالك مش كلام الحويني، ده كلام كل اهل العلم. لكن بما ان الولد اللي انا برد عليه ده متخلهبل يعني، فهو بيتصيد الاخطاء. عرفتوا المنهج ده يا جماعه الى اي درجه منهج قبيح؟ تعالى اوريك الشيخ الفوزان وهو بيقول لك ليه العلمانيين والليبراليين والحدثيين النهارده بيتكلموا ويركزوا على توحيد الربوبيه، ما يجوش ناحيه توحيد الالوهيه. ليه يا ترى؟ توحيد الربوبيه ما خالف فيه احد، ولو اقروا به ما نجاهم من النار حتى ياتوا بتوحيد الالوهيه.